كميه الاستيراد من الصاج بيتنافس دلوقتي انتاج الدخيله يمكن اكتر. يعني الصاج الاستيراد اللي جاي من بره اكتر من اللي بتصنعه الدخيله في الشهر. يعني الدخيله لو بتصنع 40,000 طن في الشهر، الاستيراد بيبقى 50 و60 الف طن في الشهر. طبعا احنا هنا ما كناش بنقابل حاجه في المشاكل غير التراخيص. التراخيص كانت مشكله بالنسبه لنا مع الوحده المحليه مع مجلس المدينه. طبعا ما هو كل حاجه بتروح المحافظه وكل حاجه بتاخد لها بالسنه والسنتين، نطلب ترخيص لا مش عارف اشتراطات وحاجات يعني بيروقراطيه كبيره. لازم الدوله تساعدنا وتساعد الناس دي كلها في ان احنا ناخد التراخيص المناسبه اللي هي تقوم الصناعه، لان في مننا كتير قوي بيصدر. يعني احنا عن نفسنا في شغل كتير بنصدره، شغالين على التصدير، بنصدر الخامات اللي بناخدها مثلا من الدخيله او المستورده، احنا بنعمل فيها شغل وبنرجع نصدرها تاني.